مسلسل أمي وأحداث جديدة. بتبدأ حلقتنا بسهام بيجيلها هنا اتصال من صاحب البيت وبيقول لها إن لازم تسيب المكان فورا لأنها ما دفعتش الإيجار وكانت متأخرة زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت. طبعا هنا بتقوله أنا هتصرف في المبلغ واديني بس بعض من الوقت. طبعا بتكون مش عارفة تعمل ايه ولا تجيب المبلغ ده منين. بتحاول هنا تتكلم معاه وتهديه علشان يسيبها كام يوم لحد ما تدبر المبلغ. سهام مش عارفة تعمل ايه ومش عارفة توصل لأي حل ولا حتى لاقية شغل. بتكون عايزة تعرف هنا ازاي هتوصل للمبلغ ده ومش عارفة توصل لأي حل. وهنشوف في حلقتنا النهاردة وفي المشاهد اللي جاية هتعمل ايه سهام. بعد كده بنشوف المشهد اللي جاي. هنا رزان بعد ما اتكلمت مع نور وكانت فتحتها في موضوع بدر، وافقت وقالت لها خليه يجي واديتها ميعاد. بتكون فرحانة جدا رزان وبتبتدي ان هي تقول لها اني انا هتواصل معاه وهقوله على الميعاد ده واكيد هيجي هو واهله. طبعا بتكون فرحانة جدا وبتروح بسرعة هنا رزان علشان تتصل ببدر. وفعلا بتتصل بيه وبتبلغه موافقة هنا امها وبتقوله على كمان على الميعاد. بتكون فرحانة جدا ومستنية اليوم ده. هو كمان بيقول لها اني انا هاجي واكيد كل شيء هيكون تمام. بيحاول يطمنها لكن طبعا هنشوف ايه اللي هيحصل بعد بدر هنا ما يجي في الزيارة ويجي في الميعاد اللي حدده هنا نور. هنشوف بعد كده في المشاهد اللي جاية نور هنا بتكون بتبص لصورة أولادها وبتكون حزينة جدا وبتقول يا ريت مريم تسامحني. أنا مش عارفة أنا كنت فين وعملت كده ليه. أنا فعلا كنت غلطانة لكن أنا كنت بعمل كده علشان مصلحتها هي، ما كنتش أقصد أي حاجة. وبتحاول هنا إن هي توصل هنا لمريم علشان تتكلم معاها لكن بتكون حاسة فعلا بالذنب وبتكلم نفسها ليل ونهار. بعد كده بنشوف المشهد اللي جاي. سام هنا بتفكر إن هي تروح هنا لعبيد وتشوف أي حل معاه وتقوله على الظروف اللي هي فيها. بتودي الولاد هنا عند بدرية وبتقول لها خليهم معاكي لحد ما أرجع. وفعلا بتخليهم بدرية وبتروح هنا سهام علشان تشوف عبيد في الحبس. هنشوف طبعا اللقاء اللي هيكون ما بينهم في المشاهد اللي جاية. بدرية هنا بتقول لها روحي ما تلاقيش على الولاد، هم معايا في أمان. وفعلا هنا بتمشي وبتبتدي بدرية إن هي تتصل بفاطمة وبتقول لها إن الولاد عندي لأن هي كانت طلبت إن هي تشوفهم. بتقول لها إن الولاد موجودين عندي. طبعا فاطمة بتروح فورا وبتاخد كمان مريم. بتوصل هنا سهام لمكان حبس عبيد وبتقابله وبتقول له على اللي حصل وبتقول له بسبب الضرب اللي هو ضربه لها كانت في المستشفى وحصل لها مضاعفات كثيرة جدا. وبتقول له كمان على صاحب البيت والمبلغ اللي متأخر. بيقول لها حاولي تلاقي شغل. بتقول له مفيش شغل ومش عارفة اني اتصرف. طبعا هنا بيقول لها حاولي ودوري تاني، انا خلاص كل شهر وهطلع، المدة مش طويلة وتصرفي الشهر ده. طبعا بتكون مش عارفة تتصرف ازاي. بتزعق معاه لكن هو كمان بيقول لها انا مش في ايدي اي حل وسيبيني في اللي انا فيه. ساعتها سهام بتكون مش عارفة توصل لحل ولا عارفة تجيب المبلغ منين وبتبكي ليل ونهار وبتكون شايلة هم الولاد فين هتروح وفين هتقعد بيهم. هنشوف طبعا في الحلقة النهاردة والحلقة النهاردة قوية جدا ويا ريت لايك واشتراك. عبيد هنا بيقول لها روحي ودوري على شغل تاني واكيد هتلاقي. وبيحاول هنا ان يقول لها ان الميعاد هنا هيعدي بسرعة الكام يوم دول والشهر ده هيعدي وهرجع وهكون معاكم. لكن طبعا حتى لو معاهم بيكون مؤثر في حاجات كتير. متضايقة جدا سهام ومش عارفة تعمل ايه. بتمشي هنا بعد الزيارة وبتروح وبتدور على شغل في كذا مكان لكن طبعا برضو ما بتلاقيش اي شغل. مش عارفة تعمل ايه سهام في الورطة اللي هي فيها. بترجع البيت وبتلاقي هنا فاطمة وكمان مريم موجودين عند بدرية. طبعا بتتفاجئ بيهم لكن بتقول لها هنا مريم أنا ممكن أساعدك في اللي انت فيه وممكن هقف جنبك في حاجات كتيرة. بتبص لها هنا وما بتتكلمش سهام. وبتكون كمان هنا فاطمة بتتكلم مع سهام وبتقول لها عبيد مش هينفعك، عبيد هيضرك، بلاش انك تكملي معاه وخليكي لوحدك احسن، ساعتها هنكون معاكي. وبتتكلم معاها فاطمة بتقول لها إن عبيد هيضرك مش هيفيدك ولا ينفعك. طبعا سهام بتكون هنا بتسمعهم لكن ما بتديش أي رد. وبتقول لها فاطمة فكري كويس فيكي وفي الولاد كمان، عبيد هيضيعكم كلكم.
طبعا ساعتها سهام بتاخد الولاد وبتبتدي ان هي تمشي، وهي بتفكر في الكلام اللي بتقوله لها هنا فاطمة، وبتكون مش عارفة تعمل ايه. بتبكي هنا سهام وبتكون منهارة، وكل حاجة حواليها متقفلة، مش عارفة توصل لأي حل، ومش عارفة ان هي تكمل في اللي هي فيه. طبعا هنا الولاد بيكونوا معاها، والبنت بتشوفها وهي بتبكي، وبتكون حالتها صعبة جدا. هنا بسمة بتقرب منها وبتقول لها ما تزعليش، كل حاجة هتتحل. وبتطبطب هنا البنت عليها، وبتاخدها سهام في حضنها. بتكون صعبة جدا عليها الأيام دي، وبتكون كمان مش لاقية شغل خالص، مش عارفة تعمل ايه. وبتاخد الولاد وبتروح على البيت، وبتفكر في كلام فاطمة وفي كلام مريم، لكن بتكون محتارة ومش عارفة توصل لحل. الولاد طبعا في ايديها الاتنين، وفي نفس الوقت صاحب البيت عايز يخرجها. مفيش أي هنا حد هيقف جنبها غير لو هي وافقت على اللي قالته لها هنا فاطمة. طبعا هنشوف يا ترى هتعمل ايه سهام وهتفكر ازاي. بعد كده بنشوف هنا نور بعد تفكير كبير بتبتدي ان هي فعلا تروح لمريم علشان تتكلم معاها. مريم بتتفاجئ بيها قدامها، وبتقول لها انا جاية علشان اقولك كل حاجة. انا فعلا عملت كده، لكن انا كنت غلطانة وكنت فاكرة ان ده في مصلحتك، ما كنتش اقصد اي شيء، ما كنتش عارفة اني انا هكون كده بعمل ضرر. انا ما كانش قصدي غير كل خير. بتتكلم هنا مع مريم كتير، وبتقول لها يا ريت تسامحيني، ونفسي انك انت تسامحيني علشان نبتدي صفحة جديدة. وكمان انا امنت هنا مستقبل البنت، وهكتب لها بيت باسمها. وبتحاول هنا فاطمة ان هي تتكلم مع مريم وتفهمها هي كانت تقصد ايه، وما كانتش تقصد طبعا اي شر، وكانت تقصد خير. وعملت كده علشان خاطر مريم، وعلشان خاطر ان حياتها تستمر. كان عبيدها يدمر لها حياتها وكانت هتفضل في مشاكل، لكن انا فكرت في كده علشان اخليك تعيش حياتك، مش هتفضل حياتك متدمرة طول العمر. ما كنتش عارفة ان الموضوع هيوصل لكده، وندمت ويا ريت تسامحيني. طبعا ساعتها بتبص لها هنا مريم، وبتبتدي ان هي فعلا تاخدها في حضنها، وبتقول لها خلاص هننسى اللي فات وهنبدأ صفحة جديدة. لكن كل اللي فات ده كان صعب جدا عليا، وإن شاء الله هننساه. وبتتكلم هنا معاها، وبتكون فعلا قدرت إن هي توصل لها وجهة نظرها، وإن هي ما كانتش تقصد أي حاجة وحشة، وإن هي تبعد عنها بنتها. لكن بتقول لها أنا عملت كده علشان خاطر مصلحتك مش أكتر من كده. مريم هنا بتحضن أمها، وأمها بتحضنها، وبيتم الصلح ما بينهم، وبتبتدي الأمور بتهدى. طبعا بتكون مريم هنا عايزة برضو توصل لحل، لكن بتفكر هنا هي ونور ازاي تخلي البنت معاها بعد كده. هنشوف هيحصل ايه بس في حلقتنا اللي جاية، لان بكده بتكون حلقتنا النهاردة خلصت. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.